السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الورد والياسمين على احلى متابعين، حسب بقى الصباح او المساء اللي هتشوفوني فيه. النهارده بقى باذن الله هنعمل مع بعض الفطير البلدي. شايفين الفطير عامل ازاي؟ ما شاء الله. ما هو انا بقى لما قرر اعمل فطير ما يبقاش زي اي فطير. شايفين القرمشه والطراوه؟ مقرمش وهش جدا وطري جدا من جوه. شايفين الفطير عامل ازاي؟ الصراحة بيتكلم عن نفسه. تعالوا معايا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الفطير بتاعنا الجميل الروعة ده عملناه ازاي. اعملي لايك كده واشتركي في القناة ويلا بينا. هنا بقى فرشت ملاية كده على السجادة بتاعتي، وهجهز كده بقى علشان نعجن الفطير بتاعنا. اول حاجة علشان الفطير بتاعك ينجح معاكي لازم تجيبي دقيق نوعية كويسة جدا ويكون له عرق. انا هنا جايبه الدقيق ده من السوبر ماركت، اسمه علتي. دقيق فاخر وله عرق. وابدا كده انخله معاكم. انا هنا جايبه 2 كيلو، ولازم كده ننخله علشان كده ندخل هوا في الدقيق بتاعنا. انا خلت هنا اول كيس وده بقى تاني كيس. هنا بوريكم اسم الدقيق. وزي ما قلت لك الدقيق ده دقيق فاخر وله عرق. انت ممكن بقى تجيبي اي دقيق، بس اهم حاجه يكون له عرق معاكي. هنا بقى بعد ما خلت كده الدقيق بتاعي هحط معلقه كبيره كده من الملح و3 معالق من السكر. والملح ده علشان ما يقطعش معاكي العجين وانت بتفرديه. هنا بقى كده قربت الكاميرا علشان تشوف العجين بيتعجن ازاي. العجينه بتاعتنا بتاعت الفطير ما بتاخدش اي حاجه خالص غير الملح والسكر اللي انا حطيته والدقيق وبس، وهنعجنه كده بميه. انا هنا معايا رتل، وكمان كده زودت شويه معايا علشان اشوف العجينه بتاعتي هتحتاج قد ايه. يعني رتل كده وكوبايه. وابدا بقى كده انزل بالميه بتاعتي تدريجي، مش هنزل بيها كده مره واحده. وهقلب العجين كله مع بعضه بالشكل ده. وهنبدا كده نلت بقى ونعجن في العجين بتاعنا. عارفين كده لما بقعد اقولك انت بتقعدي تلت وتعجني كتير في الكلام؟ اهو بدل ما نقعد بقى نلت ونعجن كتير في الكلام وناخد سيئات على ايه، اعجني ولت انت في حته عجينه كده واعملها فطير لعيالك، وعلى الاقل هتاخدي صواب. وابدا بقى كده الت واعجن في العجين بتاعي كده زي ما قلتلك. عجينه الفطير بتحتاج عجن كتير جدا علشان تنجح معاكي. هتقعدي بقى تعجني فيها كده لحد ما العجينه بتاعتك تبقى هشه وطريه وناعمه بالشكل ده، وما تلزقش في ايدك خالص. شايفين؟ لازم تخدمي كده في العجين بتاعك كويس لحد ما العجينه تطلع معاكي بالشكل ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله العجينه طالعه ناعمه عامله ازاي كده. بقى خلاص، ودول حبه الميه اللي فاضوا معانا. يعني انا احتجت ل2 كيلو دقيق رتل من الميه، ويجي حوالي كده نص كوبايه كمان. هنجيب بقى هنا كده الصينيه بتاعتي وامسحها كده مسحه زيت علشان اريح كده بقى عليها العجينه بتاعتي. انا هنا ال2 كيلو دقيق هقسمهم على 3 فطرات. قسمت الاول كده كل فطيره نصين، واخد كده من كل نص جزء قد بعضه. النص ده بقى حوالي كده يعني نص كيلو القطعه ديت، علشان عايزاها فطيره صغيره. دي بقى من كل قطعه كده حوالي 3/4 كيلو دقيق، يعني فطيرتين كبار وفطيره صغيره. هنا بقى هسويها كده بالشكل ده. شايفين عمية العجينه؟ علشان مخدومه كويس جدا. انا خدت كده حته جزء من العجينه الصغيره علشان تبقى العجين كله سوى بعضه. عفوا. واسويها كده بالشكل ده.
واحطها بقى كده على الصينيه بتاعتي علشان تريح معايا خالص. لازم العجين بتاعك يرتاح جدا علشان نعرف نفرده كويس. اي نعم هو مفيهوش خميره ومش هيتخمر، بس لازم يرتاح. هغطيه بقى كده بكيس. قبل ما اغطيه كده بالكيس همسحه كده بمسح الزيت علشان تبقى طريه وناعمه معايا. وبعد كده بقى جبت كيسه معايا كده واغطيها بقى كده واسيبها كده بقى حوالي ساعه 2 لما اقوم بقى اخلص اي مصلحه ليا. وبعد كده بقى نشوف هنعمل ايه. هنا بقى هجهز الماده الدهنيه بتاعتي اللي هشتغل بيها بالفطير بتاعي. انا هشتغل كده بزبده فلاحي مع سمنه، اتنين مختلط مع بعض. انت عندك بقى زبده عايزه تشتغلي بيها الواحده، عندك سمنه، اي حاجه متاحه عندك. الزبده دي زبده فلاحي، ودي طبعا من غير ملح، بتجيبيها من عند اي سوبر ماركت، بس بتكون نوعيتها كويسه. وطبعا السمنه اللي انا عملتها معاكم الفيديو اللي فات سمنه جميله جدا، وده برضك نوعيه الزبده اللي انا اشتغلت بيها بالسمنه ديت. هخلطهم بقى كده مع بعض واسيبهم بس كده لما يدوبوا. انا مش بسيح الزبده، لا، انا بسيبها بس لما تسيح كده مع بعضها وتدوب بالشكل ده عشان اعرف بس اشتغل بيها. بقلبها كده مع بعضها لحد ما تدوب خالص. بعد كده بقى تعالوا نسمي الله ونبدأ بقى كده في الفطير بتاعنا. جبت كده الترابيزه بتاعتي. عندك بقى الترابيزه دي هتشتغلي بيها، عندك طبليه ممكن تحط عليها اي حاجه كده من تحتها وتعليها عشان تعرفي تفردي العجين بتاعك كويس جدا. الطريقه ديت اللي هتشوفيها معايا دلوقتي سهله جدا في فرد العجين. اول حاجه بقى هنجيب كده قطعه من العجين بتاعتنا وابدا بقى كده افرد فيها. هتفردي كده من جوه لبره بالشكل ده زي ما انا بعمل كده بالظبط. هتاخدي كده من جوه لبره، والخطوه دي مهمه جدا. شايفه اهم حاجه جزء كده البراني. هتفردي كده بالشكل ده. وطبعا علشان العجينه مريحينها فسلسه جدا معانا في الفرد وبتتفرد معانا بكل سهوله. شايفين ما شاء الله. اهم حاجه تفردي كده الطرافي كويس جدا. هنا بقى كده هنسمي الله بسم الله، وهنبدا كده نفرد في العجين بتاعنا. هتدخلي ايدك كده بالشكل ده وهتشدي كده بقى احنا بنخرج منها الهواء وبنفرد. شايفين العجين بتاعنا عامل ازاي؟ ما شاء الله. افردي كده وما تخافيش من العجينه خالص، ما تخافيش مش هتقطع منك، حتى لو اتقطعت منك مش مشكله عادي. شايفين يا سيدي؟ شايفين الهوا؟ ما شاء الله. هتحطي العجينه وتفردي كده كويس جدا بايدك كده بالشكل ده، وافردي كده بقلب جامد، ما تخافيش مش هتقطع منك خالص. شايفين الفرد دول اجدع فطاطري. شايفين العجينه فردتها لحد ايه بقت عامله زي المفرش معانا. ما شاء الله بجد تحفه. هنبدا بقى كده نلم في العجينه بتاعتنا كده. هناخد كده طرف بالشكل ده وندهنها بقى دهنه كده من السمنه بتاعتنا. كل ما تفردي كده طبقه هتدهني دهنه من السمنه، ودي بقى ضروري جدا. هناخد كده طرف بردك وهتفرديه كده كويس علشان تبقى الطبقات معاكي متساويه. كل ما نحط كده طبقه هنحط عليها كده شويه من الزبده بتاعتنا او السمنه. الفطير كده عباره عن سمنه وزبده. هنا برضو هنفرد كده بالشكل ده. كل ما تفردي
العجين بتاعك وترققيه، هتاخدي طبقات رقيقة وتلاقي الفطير من جوه مورق وجميل جدا. فلازم تفردي كده الفطيرة بتاعتك كويس جدا. وطبعا زي ما قلتلك ووريتك الفرد، دي اسهل طريقة لفرد العجين بتاعك. هنا بقى معايا هنا جبنة، عندك بقى جبنة قريش، جبنة بيضة كده مملحة، اي نوع جبنة، احنا بنحب الفطير بالجبنة. هحط كده طبقة كويسة من الجبنة على الفطير بتاعي بالشكل ده. عايزة تحشيه بقى لحمة مفرومة، تحشيه اي حاجة عندك، دي حاجة براحتك انتي. عايزة برضو تخليه سادة، دي حاجة براحتك. انا عشان بحبه بالجبنة فردت كده طبقة من الجبنة زي ما انت شفتيها بالشكل ده عليها. وبعد كده بقى هبدأ افرد بقى كده العجينة بتاعتي بالشكل ده. وزي ما قلتلك كل ما تفردي كده طبقة هتحط عليها كده مسحة من الزبدة او السمنة بتاعتك علشان تبقى مورقة من جوه. شايفين انا بوريك بالراحة اهوت بتفردي العجينة ازاي. علشان لو اول مرة تعملي فطير او ما بتعرفيش، باذن الله لو عملتيه بالطريقة ديت هيبقى سهل معاكي جدا. تشجعي كده وقومي اعملي فطيرتين احسن ما تشتريها من بره. هنا بقى خلاص لميت كده العجينة بتاعتي بالشكل ده. هجيب بقى كده الصينية اللي هحط فيها وهسيبها بقى تريح على الصينية ديت. لميتها كده بالراحة. وطبعا بقى الفتحة اللي من فوق ديت بحطها لتحت. بس طبعا نسيت اوريلكوا قدام الكاميرا، يعني الفتحة دي بتبقى لتحت. هغطيها بقى كده كمان بكيس. هنا بقى دي الفطيرة الصغيرة، انا عملت مع نفسي بقى الفطيرة التانية علشان بس وقت الفيديو. دي الفطيرة الصغيرة هعملها بس كده معاكي علشان تشوفي تاني انا فردتها ازاي وازاي سهلة. بتدخلي كده كفة ايدك الاتنين بالشكل ده بين العجين وبتشديه، ما تخافيش مش هتقطع معاكي. خليكي كده جريئة وشدي العجين بتاعك. شايفين ما شاء الله، لازم تخرجي كده الهواء من الفطيرة علشان طبعا اللي في النص بتبقى سميكة شوية. لما بتعملي الحركة ديت بترق معاكي. طبعا دي مش هتتفرد زي التانية لان دي فطيرة صغيرة. بعد بقى ما فردتها معايا خالص بالشكل ده هبدأ بقى كده اتنيها علشان تاخد الطبقات بتاعتي، واسويها برضو كده علشان ما تبقاش مكلكعه معايا من النص. وزي ما قلت لك كل ما تعملي طبقه كل ما تحط كده شويه من الزبده او السمنه بتاعتك علشان تبقى مورقه معاكي. شايفه؟ يا ريت يكون الطريقه سهله وعجبتكم. اظن بقى مفيش اسهل من كده فرد فطير، يعني فرد سهل جدا. لا تعملي كل شويه طبقات ولا كور ولا اي حاجه من دي. هتفرديها كده زي ما قلتلك على ترابيزه او طبليه عندك او صينيه كبيره، وهتعمليها كده بالشكل ده وهتطلع باذن الله جميله معاكي جدا ومورقه برضك. احط بقى كده طبقه الجبنه زي ما قلتلك. وزي ما قلتلك برضك ممكن تحشيها لحمه او تحشيها اي نوع جبن عندك. عفوا. ونطبقها كده بالشكل ده. شايفين؟ ونحط بين كل تطبيقه والتانيه مسحه كده من السمنه.
وكتري كده وما تستخسريش. الفطير بتاعك كده بقى عباره عن زبده وسمنه علشان يورق معانا كده. بقى يا حبايبي هرصها كده بقى في الصينيه وهسيبها بقى ترتاح كده براحتها. ساعة كده او حاجة قبل ما نفردها كده ونحطها في الفرن. هنغطيها بقى كده بكيس ونسيبها. حبيب قلبي انا سبتها كده حوالي ساعة كده ارتاحت معانا علشان تتفرد معانا كده في الصينية بكل سهولة. شايفين؟ كل ما العجينة ترتاح معاكي كل ما تتفرد معاكي بسرعة بالشكل ده. هنفردها كده كويس وهنسويها. اهم حاجة سويها كده كويس في الصينية بتاعتك عشان ما تبقاش كده حتة عالية وحتة واطية. هي ما شاء الله العجينة معانا سلسة جدا لانها مرتاحة كويس. وهنمسحها كده برضك من فوق مسحة كده من الزيت او السمنة. شايفين؟ دي بقى كده الصينية التانية برضو كده بتفرد معانا بكل سهولة. يعني اهم حاجة تريحي العجين بتاعك علشان يتفرد معاكي كده بسرعة. وسويها كده في الصينية بتاعتك. طبعا شايفين من غير ما اتكلم. وهمسحها كده بمسحة من الزبدة. هنا بقى كده خلاص فردت كده ال3 صواني بتوعي. هنا بقى مولعة الفرن بتاعي كده وحامياه من فوق ومن تحت. وهحط كده الصينية بتاعتي على الشبكة اللي في النص بالشكل ده. هنا بقى يا حبايبي بدأت الفطيرة بتاعتنا كده ترفع بالشكل ده. شايفين الفطيرة بتاعتنا ارتفعت ازاي؟ ده دليل بقى ان الفطيرة ناجحة مورقة من جوه. هنا بقى اول صينية طلعت معانا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هسيبها بقى كده لما تبرد خالص. ودي برضو كده تاني صينية. شايفين الفطير بتاعنا كده لما يرتفع في الفرن بتاعنا ده بيدل على ان هو فطير ناجح ومورق من جوه زي ما قلت لك. هتضيرها كده طول ما انت قاعده علشان تاخد لون من جميع النواحي. وعلشان ما ينشفش منك لازم يكون الفرن بتاعك عالي من فوق ومن تحت. شايفين؟ انا كده بقى خلصت خبز معانا. هوريكي بس الفطير عامل ازاي. ما شاء الله تحفه. بسم الله صلى على رسول الله. شايفين الفطير شكله عامل ازاي من تحت؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ يعني ما شاء الله الفطيرة من تحت ومن فوق واخدة لون جميل جدا وفي نفس الوقت بتقرمش من بره وهشة جدا من جوه. الصراحة ال3 فطارات احسن من بعض. مفيش ولا واحدة فيهم ان كلهم ما شاء الله. دي الفطيرة الصغيرة وزي ما قلت لك كانت عاملة 2 كبار واحدة صغيرة. هنا بقى هقطع معاكم كده واحدة علشان اشوف معاكم من جوه عاملة ازاي. بسم الله. سامعين القرمشة يا سيدي؟ بجد كده حاجة فاخر من الاخر ولا كده اجدع فطاطري. بسم الله. شايفين هي طبعا رقيقة لان هي كانت زي ما قلت لك فطيرة صغيرة في طبقتها رقيقة جدا بس في نفس الوقت طعمها تحفة. شايفين من جوه عامل ازاي؟ ما شاء الله. يا ريت بقى يكون فطير النهارده كده عجبكم وعجبكم كده الطريقة بتاعته. يا ريت بقى تشجعوني كده باللايك وتشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. سلام.